اتكلمنا على المشاعر، اتكلمنا على الجوع العاطفي، اتكلمنا على الايموشنال ايتنج، اتكلمنا على السينابونيه تخينه لازم تدفس كلها على بعض مره واحده. حلقه النهارده دي هنتكلم فيها عن احنا بنعمل ايه علشان ننيم مشاعرنا ونسكتها، وازاي نتعامل مع مشاعرنا بشكل صحي. يلا بينا. اهلا بيكم في تكمله حلقه الايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي وازاي بيأثر على حياتنا. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المشاعر، اتكلمنا عن السلوكيات اللي مرتبطه بتربيه الاطفال على تعاملهم مع مشاعرهم، وازاي بعد كده تحول السلوكيات دي لمصدر تعاستهم بسبب انهم مش قادرين يتخلصوا منها او مش عارفين يوفركم الباترنز اللي بتتكرر في حياته واللي خلقاله الايموشنال ايتنج سايكل بتاعته. تعالوا نبص اصلا على مفهوم دورة الجوع العاطفي او دورة الايموشنال ايتنج سايكل دي. تخيل معايا ان حضرتك حصل لك موقف صعب. الموقف الصعب ده هنسميه تريجر. ايا كان التريجر ده ايه حدته، ايه شدته بالنسبة لك، هو موقف اثر فيك او اثر فيكي بشكل خلى جسمك يبعت مشاعر لمخك ويقول له انا حزين. فبقى عندي تريجر وعندي شعور سلبي او شعور تقيل. المخ هيعمل ايه؟ هيعمل حاجة اسمها comfort behavior، هيعمل سلوك يطيب بيه خطرك ويدفن بيه الشعور السلبي ده. السلوك ده ممكن تبقى اكل وممكن يبقى حاجة تانية مش اكل، نتكلم عنهم برضه، بس خلينا في الاكل دلوقتي. فانت حصل تريجر، حسيت بالشعور بتاعه ده، حسيت بالشعور التقيل او الشعور السلبي، قمت اكلت. الاكل ده في حد ذاته ممكن تكون بتاكل كمية كبيرة، ممكن تكون بتاكل حاجة سعراتها عالية قوي، فيبتدي الاكل العاطفي ده في حد ذاته يتحول الى مصدر للمشاعر السلبية. بعد ما خلصت اكل، بعد ما طلبت ماكدونالدز الساعة 3 الفجر وخلصت السندوتشين والبطاطس وانا باخد اخر شفطة من بيبسي كده، ابتدي ابص واقول وانا ايه اللي بعمله في نفسي؟ انا ليه عملت في نفسي كده؟ يا ريتني ما طلبت، يا ريتني ما اكلت الاكل ده. فبقيت فين في الدايرة؟ في دايرة ان في تريجر بيولد مشاعر سلبية. فالمخ هيبقى عايز يعمل ايه؟ يعمل comfort behavior اللي هو في حالتنا هنا ايه؟ emotional eating. فتاكل تاني وتفضل الدورة دي بتلف. زي ما قلت لكم في ناس بيجيلها ده او بتعدي باللحظة دي مرة في الاسبوع، مرة في الشهر، مرة في السنة، ودول ناس اشتغلوا على نفسهم وقادرين يتعاملوا مع مشاعرهم بشكل صحي، او ناس محظوظين ان طريقة تربيتهم كان فيها جزء التعامل مع المشاعر بشكل صحي. وفي ناس تانية ممكن يحصل لها دورة الجوع العاطفي او الايموشنال ايتنج سايكل دي كذا مرة في نفس اليوم. في ناس اصلا ما بتاكلش على مدار اليوم كله غير ايموشنال ايتنج، يصحى ما ياكلش، ينزل يبتدي يجمع ويحوش في مشاعر وستريس ولحظات مش مركز فيها، مش مايندفul، مش بريزنت مع جسمه. هوبا يروح بقى ياكل اكل كتير يسكت بيه كل المشاعر اللي حس بيها دي. يوصل لمرحلة ان هو بيحس بالتخمة، ان هو مش قادر ياخد نفسه فيخش ينام. هو هنا يومه كله عبارة عن دورة جوع عاطفي، بس عمال يأجل
لحظة التنفيذ بتاعت السايكل على قد ما يقدر. انت مخك سواء بسبب التربية، بسبب المجتمع اللي حواليك، بسبب اللي بتشوفه في التلفزيون، في الميديا whatever، بيبقى عنده مجموعة سلوكيات اللي بتندرج تحت comfort behaviors. في منها سلوكيات بتبقى بتعمل زي ما تقول escape للإيموشنز، بتهرب بيها من مشاعرك، وفي سلوكيات تانية بتعمل بيها تخدير أو numbing لمشاعرك، زي تخليها تنمل كده. السلوكيات اللي بتهرب فيها من مشاعرك عندها يعني سبيكترم أخطر شوية، عندها سبيكترم، عندها فرصة إنها تبقى compulsive acts. ممكن تبقى بتعمل ده بشكل لا إرادي أو بشكل لا واعي، إنك اوتوماتيكلي لما بتلاقي شوية مشاعر جايين عليك كده، أنا هوب بخش في الأكشن ده، أو أنا أصلا ما بستناش مشاعر تيجي، أنا بخلي حياتي كلها بتأكد إني أنا هربان من مشاعري طول الوقت. ودي فيها ممكن يبقى السلوك هو الأكل، وساعتها بيبقى الإنسان بقى عنده ليفل أصعب وأخطر من إن هو مجرد جوع عاطفي أو emotional eating. هو بقى ليفل eating disorders، اللي هو محتاج تدخل من طبيب أو من أخصائي يقدر يساعده على علاج الديسوردر ده، واللي بيتسمى علميا البنج eating disorder، واللي الناس بتستخدم expression البنج eating أحيانا للتعبير عن emotional eating. بس البنج eating هو disorder، هو الإنسان بيبقى compulsively قايم ياكل، هو الإرادة هنا مش موجودة خالص، الوعي مش موجود خالص، هو مزقوق من جوه بحاجة مخليها بيفضل يعمل الأكشن ده، ويفضل ياكل كتير جدا لحد ما يبقى معدته بتألمه بشدة. ممكن يبقى مصحوب بديسوردر تاني، إن هو يخليه يرجع، يعني يجبر نفسه إن هو يرجع بعد الأكل اللي كله. ده مختلف خالص عن اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن الكومبالسيف اكتس اللي بتبقى بتهرب بيها من مشاعرك دي تبقى التدخين. في ناس كتير بتدخن الأسباب متعددة، بس ممكن تبقى أنت طول الوقت بتتأكد إن مفيش مساحة ثانية في اليوم أقعد فيها مع مشاعر. وأكيد أنتوا تعرفوا في حياتكم ناس كده، اللي هو السيجارة ما تفرقش إيده فعلا، أول ما يصحى الصبح تلاقي علبة السجاير والطفاية جنب السرير لحد ما يرجع ينام تاني بالليل. هو سجارة بتلضم في سجارة، سجارة بتلضم في سجارة، علشان ما يسيبش أي مساحة إن هو يتواصل مع مشاعره خالص. هو بيهرب تماما بالأكشن ده من مشاعره. ممكن تبقى بتعمل emotional shopping أو compulsive shopping. ممكن تبقى طول الوقت، طول ما انت قاعد عمال تشتري حاجات انت مش محتاجها، ومش بتدرك ان الحاجات دي انت مش محتاجها غير لما تجيبها فعلا. زيها زي الايموشنال ايتينج سايكل، ان انت ما بتجمعش انك ما كنتش محتاج تعمل الاكشن ده او ما كنتش عايز تعمله غير بعد ما بتعمله فعلا. فده واحدة من الاكشنز اللي بتهرب بيها من مشاعرك. ممكن يبقى في compulsive drinking، ممكن تبقى بتشرب كحوليات بشكل يخليك طول الوقت مش connected مع مشاعرك خالص، أو أي مخدرات تانية. فأنت بتعمل الأكشن ده وبتدخلك في دورات إن هي تفضل فصلك عن مشاعرك أو ما بتسمعلهاش. والمفاجأة بقى في الحلقة أو اللي عايز أقوله لكم، إن هو كمان ممكن يبقى موجود في السلوكيات دي، هو ممارسة الرياضة. في ناس بتهرب من مشاعرها وممارسة الرياضة، وبيزق نفسه تجاه إن هو ما يخرجش من دايرة
الرياضة دي، فهو يعني بيقحم نفسه في الرياضة ويزق نفسه قوي ويبقى اكستريم فيها جدا، يجيب آخر جسمه في الرياضة دي. ممكن يبان خارجيا ان ده بسبب التفوق الرياضي او بسبب ان هو عايز ينجح او عايز ينافس او عايز يجيب ميدالية، بس ديب انسايد هو بيبقى بيعمل ده علشان يهرب من مشاعره، عشان مش عايز يسمع لها، علشان مش عايز يقف ويشوف المشاعر دي عايزة منه ايه. طيب هتقولي هو ازاي دي حاجة وحشة؟ دي حاجة حلوة جدا، ده بطل رياضي او بيجتهد في رياضته، ودي حاجة كلنا بنشجع بعض عليها وكلنا عايزين ان احنا نبقى نمارس رياضة في حياتنا. اقول لك تعرف امتى ان ممارسة الرياضة دي تحولت من كونها حاجة صحية لحاجة غير صحية؟ لو بعد الشر حصلت له اي اصابة. الرياضي اللي بينهار تماما ويكره اليوم اللي اتولد فيه ويفكر يأذي نفسه في الفترة اللي بيحصل له فيها إصابة، محتاج يركز مع نفسه إن أنت الفترة دي جسمك أدرك إنك مش هتروح مني في حتة معلم، هتقعد معايا يعني هتقعد معايا، هتسمع لمشاعرك اللي طول الوقت بتهرب منها دي، وهي دي اللي بتبقى جايبة الأفكار السلبية دي. انت بتبقى شايفها كأنها مارد عملاق داخل عليك، أوضة ضلمة عمال تخزن فيها ترمي 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 طول الوقت، وفجأة اضطريت تخش الأوضة دي فتلاقي نفسك بتنهار، مش عارف تتعامل معاه. في مقابل رياضيين كتير جدا متقبلين تماما ان الإصابات عرضة، وكل انت حسب رياضتك، حسب ما انت بتحاول تركز على تقوية عضلات معينة اللي بتساعدك على ممارسة الرياضة اللي تبعدك عن الإصابة، واحدة في واحدة لا قدر الله حصل إصابة تلاقيه تعامل معاها بشكل إيجابي، دافنتلي بيزعل، دافنتلي بيحزن، بس حياته ما بتنهارش، وده اللي بيقدر يقوم تاني، ده اللي بيخليه بجد رياضي ليه اسم والناس كلها تتكلم عنه والناس كلها تضرب بيه المثل. لكن اللي بيدفن نفسه في الرياضة من مشاعره للأسف عمره حتى في الرياضة نفسها ما بيبقاش طويل، بيبقى أكثر عرضة للانهيار، لأنه زيه زي اللي بيعمل أي سلوك من السلوكيات التانية دي اللي هي ضررها أوضح. بس أنت كمان ممكن تضر نفسك بالرياضة. وطبعا هنفتح الباب بقى بتاع إنك هتزق أكتر تجاه التفوق في الرياضة دي، وتبتدي تاخد حقن، تاخد هرمونات، وتاخد مكملات ما أنزل الله بها من سلطان، علشان تتفوق في الرياضة أكتر، علشان تفضل بتكبر في درع الحماية بتاعك اللي بيحميك من مشاعرك. فأنا مش عايز بأي شكل من الأشكال إن الدرع ده يحصل له حاجة، فأعمل إيه يا معلم؟ هيدوني جروس هرمون، احقني جروس هرمون، هيديني ستيرويدز، احقني ستيرويدز، اضرب كله صباح الفل، مفيش مشكلة. أصل الكابتن قال لي، أصل مش عارف بتاع الصيدلية اللي ورانا ده بيجي يدينا حقنتين ونمشي وتمام. فهنا الرياضة ما عادتش الفعل الصحي اللي وجوده ضروري في حياتنا، هنا الرياضة بقت فعل مؤذي، وأي حد هيقول لك غير كده يبقى بيكذب عليك، أي حد هيشجعك على كده يبقى عايز يضرك مش عايز ينفعك. إن السلوكيات دي في المتوسط بتاعها، في العادي بتاعها، سلوكيات عادية جدا. ما هو الأكل ده حاجة عادية، مفيش حد ما هيعيش من غير ما ياكل، والرياضة حاجة جميلة، مفيش حد المفروض إن هو يبقى ما بيمارسش رياضة. بس لما بتسحب القيمة أو الفايدة من السلوك وتشده لأقصى اكستريم فيه، تأكد إن هو بيحمل أضرار أكتر من منافع بكتير. طيب دي السلوكيات اللي بتهرب بيها من مشاعرك خالص. الأقرب أو الأشهر هي السلوكيات اللي بتنيم مشاعرك أو بتخدرها شوية. زي إيه؟ زي الفرجة
على الافلام والمسلسلات لساعات طويلة، اللي هو تقعد تشغل المسلسل ولا الفيلم تشوف لك 19 حلقات ورا بعض، يعني في حوالي 7 ساعات من يومك راحوا وانت قاعد بص على الشاشة كده. انت هنا بتخدر مشاعرك، عايزها تنام، عايزها تتسحل في حاجة تانية. بدل ما اركز مع نفسي، بدل ما اسمع لها واشوف هي عايزة ايه، انا بفصل عنها، بديها حقن مخدرة كده، بنيمها واقعد اركز بقى في الشخصية دي والشخصية دي واتسحل معاهم عشان ما اسمعش نفسي، ما اسمعش مشاعري. نفس الكلام ينطبق على الجيمنج. لو انت بتقعد تستنى ضغط الاسبوع كله هفرغه في الويك اند اللي بقعد العب فيها بال 12 ساعة وانا جسمي تعبان وعايز ينام وعايز يكونكت، عايز ما يحسش بوحدة، عايز حاجات كتير، عنده نيدز كتيرة، كل ده بدفسه وادفنه في الجيم اللي انا مسؤول فيها دي. فدي واحدة من الحاجات الكومفورت بيهيفيرز اللي جسمك بيزوقك عليها. النوم جميل واحتياج عندنا كلنا، بس لو انت بتزق نفسك تجاه النوم لان هو وسيلتك الوحيدة انك ما تسمعش جسمك وما تسمعش الرسائل اللي هو عايز يقولها لك وما تتعاملش مع مشاعرك خالص، ساعتها النوم مش هيبقى شيء صحي. تلاقي نفسك بتنام في اليوم من 14 ساعة و 16 ساعة. في ناس هتسمع الجملتين دول هيستغربوا قوي، يقولك معقولة حد بينام 12 ساعة؟ يا عم بلاش مبالغة، 16 ساعة ايه، هو كده فاضل له حاجة؟ في ناس تانية هتقدر تريليت تماما بالكلام ده، لأنهم ممكن يناموا 24 ساعة عادي جدا. طالما الضغط بتاع المشاعر كبير وأنا مش عايز أتعامل معاه ومش عارف أتعامل معاه بشكل صحي، ساعتها ههرب في النوم وهيبقى هو الكومفورت بيهيفير بتاعي. ممكن تعمل حاجة مشهورة جدا كلنا بنعملها دلوقتي، وهي السكرولينج على الموبايل. الأكشن بتاع السكرولينج نفسه بعيدا عن انت بتتفرج على ايه. وعلشان كده الفيديوهات بعد ما كان زمان يقعد يقول لك ركز في الموبايل واقلبه وشوف الفيديو على الشاشة كلها مش عارف ايه، لقوا ان لا، احنا ناخد الفيديوهات ونزرعها جوه السلوك اللي احنا ربنا عليه الناس بتاع السكرولينج، بتاع ان انا ممكن اقعد اعمل كده في شاشة الموبايل الاقي فات ساعتين انا مش عارف هم فاتوا في ايه، مش عارف كمية المعلومات اللي اتحدثت جوه السبكونشس بتاعي عاملة ازاي، ولا كنت واعي ولا بريزنت خالص في الاكشن ده. بس هو بقى اكشن مخدر، بقى اكشن بيدي مساحة كومفورت وهروب من مشاعرك.